يا سيد هشام والله. وين هالغيبة؟ أنا ما قلت لك إنه ما بدي أشوف وشك بقى؟ ضاقت الدنيا فيني يا سحر، ضاقت الدنيا فيني وما لقيت غير الذكريات معك تنقذني. عن جد؟ وليش ما تذكرت هالشي قبل ما تخونني؟ طيب خلينا نرجع اللي بيننا هلا. بوس ايدك يا سحر، انا مخنوق وحاسس حالي عم موت بدي انتحر. الله يوفقك، بس اليوم كوني معي. طيب أنا رح أكون معك بس اليوم، ورح رجع ذكرياتي معك بس اليوم، بس بعدين بتنساني لأنه أنا ارتبطت بحدا غيرك. إيه؟ كنت واثق انه ما رح ترديني خايب. شكرا. انا رح استناك هون، لا تتاخري. أول مرة تعرفنا فيها على بعض كانت بهذا الشارع، وحتى بالعلامة كنا نشوب كتير، ورحتي أكلتي صبارة من عند هداك الكشك. تتذكري؟ طبعا بتذكر، وقتها ما خليتني حاسب. وبعدين رحنا على المطعم وتعرفنا على بعض كتير منيح. وحتى وقتها أكلتي هيك فاهيتا. نسيان؟ أكلت فاهيتا وشربت عصير وأرجلت، كمان ما خليتني حاسب. صح. يا الله هالأيام شو عم تمرق بسرعة. بتعرفي يا سحر، أنا لو الدنيا مضايقة فيني ما بجي لعندك بنوب. هشام أنا موافقة إنه نحن نرجع. نرجع؟ ومن شوي قلتي لي إنك مرتبطة؟ لا الصراحة أنا ماني مرتاحة معه، ومو أنت ضايقة الدنيا فيك، خلص بنرجع وبكون معك أحسن من الأول. لك لا لك أنا يعني الدنيا ضايقة فيني، مو مشان نرجع ونرجع علاقتنا ببعض. لكن شو؟ هلا قعدت تبكبك لي ساعة على الباب. لك ايه بس انا يعني ضايقه الدنيا فيني لانه انا بدي مصاري. يعني انا وقتها لما طلعنا وفتنا سوا يعني دفعت كتير مطاعم وفواتير، فبس بدي حق الفواتير تبعي. هيك لكان؟ ايه طبعا هيك لكان. شو انا رجعت لحتى ارجع حق الفاتوره تبعي، وبالعلامه اهو ليك شرفي، ليك جبت الفاتوره معي ومخبيها من هديك الايام. شوفي هي انا اكلتها، مالك علاقه فيها. هي انت بلعتيها، وهي انت لهطتيها، وهي انت شفطتيها، وغير الارجيله وغير المشاريب. شوفي ها تفضلي. ما بدك حق الكولايه كمان؟ شو رايك؟ لك لا خلص بقى سحر، مو بيناتنا كولايه يعني بيناتنا اياها. هات هالفاتوره. وروح من خلقتي فورا بل ما تطلع كل الفشه فيك. ها روقي. طيب هاتي حق نصها بس، نصها لك روح من خلقتي، روح من خلقتي، روح من خلقتي، روح. شو